انا عايز اقول كلمه واحده بس. هو التحكيم عايز ايه من الاهلي؟ حد يفهمنا يا جماعه، هو التحكيم عايز ايه من الاهلي؟ انا عايز افهم حاجه. يعني انت دلوقتي كلاتنبرج لسه واقف الحكم المساعد بتاع ماتش الزمالك والداخليه علشان غلط، تقوموا من بعدها جايبين حكم صغير يحكم ماتش اهلي ومصري؟ يعني هل ده يا جماعه ينفع؟ اجيب الحكم صغير يحكم ماتش اهلي ومصري؟ الماتش اصلا بيبقى مشدود لوحده من قبل اصلا ما يبتدي. وبعدين هو يعني في ايه كميه تضييع الوقت دي؟ هو الحكم كان فين؟ هو اللي كان واقف النهارده للمصري ده محمود جاد ولا كان الهاني سليمان؟ يعني حد كان برضو يا جماعه يقول لي مين اللي كان واقف النهارده؟ مين ده؟ ايه يا عم محمود؟ هو انت ليه قلبت على الهاني سليمان؟ ده انت ضيعت يا عم تقريبا نص شوط. والحكم هو انت يا كابتن، هو انت مدي 6 دقايق وقت ضايع؟ ده في فاول ضاع فيهم بتاع 3 دقايق مصفر في الدقيقه 97. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ هو انتوا قاصدين توقعوا الاهلي؟ هو انتوا مش هاين عليكم ان الزمالك شغال تنقيط فصعب عليكم فقلتوا خلاص نخلي الاهلي ينقط هو كمان؟ بس احنا بننقط بفعل فاعل، هم بينقطوا بسوء اداء وبينقطوا ببلاوي زرقاء تانية، وربنا بقى يهديهم بمشاكلهم. احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه يا جماعه؟ ما هو ده برضو ما ينفعش. ما ينفعش تبقى انت حاسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، واصلا الستة دول المفروض يبقوا 10، وبعدين يضيع جوه الستة 3 دقايق فتقوم انت مصفر في الدقيقه 97. وبعدين هو فيها يا كابتن انت تقريبا اديت لعيبه الاهلي بالجهاز الفني انذارات. ده انت ناقص يا جدع كنت تديني انذار انا كمان وانا قاعد قدام التلفزيون. هو فيها يا جماعه؟ لا، حد يشوف لنا حل. لازم اداره الاهلي تتدخل في المهزله التحكيميه اللي بتحصل دي. في حاجه بتحصل في ده النهارده. تعادل الاهلي ده بفعل فاعل. اللعيبه النهارده قصرت. النهارده انا ما اعرفش بصراحه يعني حسين الشحات بيعمل ايه. وانت حسين الشحات يعني لو ما قلشتلكش قلشتين 3 في الماتش ما تبقاش حسين؟ رايح انت وقفشه انفراد. يا جماعه هو الكره دي تضيع؟ الكره دي تضيع ازاي في ماتش زي ده؟ ازاي؟ وشادي حسين انت يا عم تعالى معانا بقى، تعالى معانا. وبرونو سافيو علامات استفهام، برونو سافيو علامات استفهام. هو انت ما بتلعبش غير في ماتش الزمالك بس؟ طب عموما ماتش الزمالك الجاي يا عم ربنا بقى يقويك ويديك الصحه كده ونشوف منك بقى اي حاجه. وبعدين برضو يعني عبد القادر والله عنده كوره، وعبد القادر في حته 1 ضد 1 دي والله عنده حلول، بس ما تعرفش بيحصل ايه. ما تعرفش بيحصل ايه. اللعيبه يعني النهارده كان في عندنا مشكله، لمسه اخيره صعبه جدا. ايه كميه التضييع دي؟ ايه كميه التضييع دي يا جماعه؟ وايه كميه الفرص اللي راحت دي؟ حرام عليكم بجد والله، حرام عليكم. النهارده الاهلي اتعادل بفعل فاعل، ولكن برضو اللعيبه قصرت، والمساحات النهارده كلها كانت بعيده عن بعض، فلازم كولر يتدخل. والعرضيات، فين العرضيات؟ هو يا هاني نفسي اشوف لك يا هاني عرضيه عدله، نفسي اشوف لك عرضيه على راس المهاجم. ما كل عرضياتك في ايد محمود جاد. ما هو كل ده يا جماعه مجهود بيضيع، كل ده مجهود بيضيع. حرام. انت دلوقتي احنا في المركز الاول، يعني في فرق بيننا وبين الزمالك 5 نقط، وان شاء الله لسه الماتش اللي جاي. بس ليه؟ ما انا كنت اطلع النهارده مستريح ب7 نقط. ليه يا جماعه برضو يعني نضيع النهارده؟ والله الماتش يعني في المتناول، برضو الماتش في المتناول. انت اول ربع ساعه تجيب جولين، انت الشوط الثاني كله بتاع الاهلي، المصري اصلا ما جاش. حسام حسن غير اول تغييره في الدقيقه 93. انت بتلاعب اصلا فرقه نايمه ورا. مش عارفين نخلص يا جماعه؟ مش عارفين نخلص ليه؟ طيب ليه نحط نفسنا في المشاكل دي؟ حرام بقى يا جماعه. مش هينفع الكلام ده في ماتش الزمالك. في ماتش الزمالك مش هينفع الكلام ده خالص. وبغض النظر برضو عن اداء اللعيبه، علامات استفهام على لجنه التحكيم وعلى تعيين الحكم. لازم اداره الاهلي تتدخل وتشوف لنا حل ضروري.